هقدم ليكم النهاردة كيكة خيالية طعمها وهمي، أقل ما يقال عن طعمها، غنية وطرية وريحتها هتقلبلك البيت، والشكل أظن الصورة هتتكلم. كيكة مش هتعرفوا تبطلوا أكل فيها، ويا ربي عليها بقى وهي غرقانة بصوص الجبنة. كيكة شتوية لايقة قوي مع جو الشتا اللي احنا فيه ده، كلها كده باور وطاقة وبتدفي. قبل ما اقولكم انا عملتها ازاي، لو انتوا لسه اول مرة بتشوفوني، انا اسمي سماح شودي ودي قناتي الاخر فتفوتة. انزلوا يلا بسرعة اشتركوا في القناة، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، ويلا بينا نحضر كيكة السينابون اللي اخدت قلبي دي. يلا بينا. اول حاجة هبتدي بيها ان انا هجهز القالب اللي هخبز فيه الكيكة. بجيب قطعة زبدة وبغلف القالب كله بالزبدة، وبعد كده معلقة دقيق وببدرها كويس ومشيكها كويس على القالب، وبيبقى عندي جاهز. والخطوة دي مهمة جدا. المقادير بتاعتي 3 كوبايات من الدقيق متعدد الاستخدامات، منخول مرة واتنين ولازم يتنخل. معايا كوباية الا ربع من الزيت، ويكون زيت من غير ريحة او طعم، يعني زيت جودته عالية. كوباية من الحليب او اللبن الدافي. 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. ومعايا كوباية وربع من السكر، ويكون اللي هو السكر الحبيبات الناعم الابيض الناعم. بلاش يا جماعة اللي هو السكر بتاع التموين او السكر الغامق، عشان ده بيتوقف عليه نتيجة الكيكة فيما بعد. معايا معلقتين كبار من البيكنج باودر، انا مستعملة كيك شيف، وفانيليا، ومعلقة خل، ومعايا معلقتين سكر، ومعلقتين قرفة، ونتأكد من جودة القرفة، ومعلقة كاكاو خام. دي المقادير بتاعتي. يلا بينا بقى نشتغل، ونخلي بالنا كويس قوي من التعليمات اللي بقولها. معايا 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، يعني اطلع البيض قبل ما اشتغل في الكيكة ب4 ساعات. تمام. وهضيف الفانيليا السايلة او الفانيليا اللي هي البودر اللي موجودة عندك. اول خطوة هعملها ان انا هضرب البيض شوية، حوالي دقيقة او دقيقتين بالمضرب، لغاية كده اما يعمل عندي فوم. هوريكم النتيجة اللي انا عايزة اوصل لها. تمام. الخطوة دي برضو مهمة جدا. بصوا بدأ يعمل عندي فوم ازاي كده. تمام. هبطل بقى ضرب، ونشوف الخطوة اللي بعد كده. هضيف عندي بقى الكوباية وربع من السكر، هضيفها على 3 دفعات. دي اول دفعة. هضيف الدفعة الاولى وهقلب شوية، وبعد كده الدفعة التانية، وبرضو هقلب وهضرب كويس قوي بالمضرب بتاعي. والدفعة الاخيرة. وكده خلصت كل كمية السكر بتاعتي. هضرب بقى في الخليط بتاعي ده حوالي 7 دقايق ضرب متواصل بالمضرب، لحد ما يبقى القوام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. قوام كريمي، الحجم بتاعه تضاعف، لونه افتح خالص بقى لونه ابيض. لما بعمل كده علامات بتفضل متعلمة على سطح الخليط، انا كده ماشية مظبوط. هنشوف الاضافة اللي بعد كده وهي الزيت. هضيف الكوباية الا ربع من الزيت، بس خيط رفيع خالص، وبشكر محمد ابني عشان ساعدني في الخطوة دي. بفضل اضيفه بشكل خيط رفيع خالص، وبضرب ضرب مستمر زي ما انتوا شايفين كده، لحد ما اخلص كمية الزيت بتاعتي. تمام. الاضافة اللي بعد كده كوباية اللبن او كوباية الحليب عشان الناس اللي بتتابعنا من برا مصر. وبرضو بحطه مش مرة واحدة، يعني برضو جزء جزء. تمام. وبضرب لحد ما يبقى الخليط عندي بالشكل ده. هنزل بقى اللي في الجناب كده عشان خاطر برضو نبقى مضمنين ان كل حاجة مخلوطة كويس قوي. هضيف اخر اضافة في المواد السائلة عندي معلقة الخل، ودي مهمة جدا عشان زفارة البيض، وكمان بتديني هشاشة اكتر للكيكة. وهضرب بس خلاص ضربة بسيطة كده، ونروح للخطوة اللي بعد كده. هجهز
خليط المواد الجافة 3 كوبايات الدقيق المنخول، لازم يكون منخول كويس قوي، وربع معلقة صغيرة من الملح ودي مهمة جدا، وكمان معلقتين البيكنج باودر، وهقلب الخليط ده كويس قوي. تمام. عندي هنا بقى خليط المواد السائلة وخليط المواد الجافة، فانا هضيف خليط المواد الجافة دفعات برضو، هاخد كده اول تلت وهضرب على سرعة بطيئة خالص لحد ما الخليط المواد الجافة او الدقيق يختفي. هضيف الدفعة اللي بعدها، ده كان اخر دفعة عشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده. اخر دفعة بصوا البابلز او فقاقيع الهواء اللي على وش الكيكة من فوق، ده بيعرفني ان انا كده ماشية مظبوط وان الكيكة بتاعتي هتطلع ناجحة. اخر دفعة يعني هخلطها كويس قوي، وبرضو سرعة منخفضة يا دوبك بس الدقيق يختفي، وبعد كده هوقف ضرب. منساش ان انا انزل الجوانب. وبصوا بقى عندي الخليط بقى قوامه عامل ازاي، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، متوسط. دلوقتي هنحضر الخليط اللي هنحطه في الكيكة من قلب الكيكة جوه. لو انتوا فاكرين كنا قلنا في المقادير معانا معلقتين من السكر ومعلقتين من القرفة ومعلقة من الكاكاو الخام، هنضيفهم مع بعض ونقلبهم وبيبقى كده عندي الخليط جاهز. ده اللي هنحطه جوه الكيكة. هنجيب القالب اللي كنا مجهزينه وخليط الكيك، وهضيف حوالي نص كمية خليط الكيك اللي معايا. تمام. وبعد كده خليط السينابون اللي هو السكر والقرفة والكاكاو هنضيفه كده ونوزعه بشكل كويس كده على نص خليط الكيك الاولاني زي ما انتم شايفين بالشكل ده. تمام. هدي بس كده ضربتين خفاف للكيك عشان لو في اي فقاقيع هوا تطلع ولا اي حاجة، وبعد كده هضيف بقية كمية خليط الكيك بتاعتي زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هضيفهم على خليط السينابون اللي هو السكر والقرفة والكاكاو. لو ما تغطاش كله زي ما حصل معايا عادي مفيش مشكلة. وبعد كده بخلة السنان بمررها في خليط الكيك بتاعي عشان خليط السينامون من جوه يتوزع، وفي نفس الوقت لو في اي فقاقيع هوا زيادة في الكيكة. وبكده يبقى الكيكة عندي جاهزة ان هي تخش الفرن. انا ببقى مجهزة الفرن مسخناه مسبقا على درجة حرارة 180، بتاخد بالظبط 35 دقيقة، وعينك تبقى ميزانك، يعني راقبي الكيكة من بعد 30 دقيقة بالظبط بص عليها. طبعا بنفتحش الفرن على طول، وبنختبرها بالخلة السنان زي ما انتم شايفين. بنحط الخلة ولو طلعت نظيفة كده تبقى تمام، هنسيبها تبرد. والخطوة اللي بعد كده هنجهز صوص الجبنة اللي هنضيفه على الكيكة. معايا 7 قطع من الجبنة المثلثات، ومعايا نص كوباية من السكر البودر، ونص كوباية حليب دافي، ونص كوباية من اللبن البودر. في الخلاط هنجهز ده كله. هنضيف الجبنة المثلثات او جبنة كيري او جبنة كريمي اللي موجود، وكمان السكر البودر والحليب او اللبن اللي معايا نص كوبايه. مش هاخدهم كلهم، هاخد بس اول ربع كوبايه، وبعد كده نشوف القوام على حسب ما هنضرب ونشوف. هنضيف بقى كمان اللبن البودر ونروح على الخلاط. انا كمان ضفت معلقتين قشطه وضفت كمان معلقتين زبده لحد ما جالي القوام بالشكل ده. كده جهزت الصوص، والكيكة عندي بردت وقدمتها او قلبتها في طبق التقديم زي ما انتم شايفين. ريحتها وشكلها تحفة، ريحتها بتشهي جدا. هضيف بقى هنا الصوص بصوص الجبنة، وينفع تضيفوا صوص كراميل وينفع تضيفوا صوص شوكولاتة، بس انا اكتفيت بصوص الجبنة مع القرفة. طعمها حلو قوي، انا مش محتاجة اي حاجة تانية خالص، مش محتاجة اي اضافات تانية خالص، بكفاية يعني. بضيف الصوص، وكمان اخر حاجة رشة من عين الجمل مجروش، لايق جدا مع طعم السينابون او كيكة السينابون.
والكيكه كده عندي جاهزه. اهم حاجه لضمان نجاح الكيكه، اهم حاجه ان المكونات كلها تكون بدرجه حراره الغرفه او المكان اللي احنا شغالين فيه. كمان الدقيق يتنخل كويس قوي مرة واتنين، ونتأكد من صلاحية البيكنج باودر، والفرن نبقى مسخنينه او مجهزينه قبل ما نحط الكيكة بأقل حاجة ربع ساعة. بصوا الكيكة عندي قلبها ابيض ازاي، زي قلبكم كده بالظبط. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، وكمان عايزة اعرف رأيكم في الكومنتات او التعليقات. انا ما قدرتش ابطل اكل فيها، دي كانت تاني قطعة، بصراحة كانت رهيبة. ريحتها كانت مالية البيت. بصوا قلبها طري ازاي وهاشش جدا. الصوص كان غني وتحفة، ويعني رهيبة رهيبة بجد. اعملوها هتدمنوها، انا فعلا ادمنتها، هتعجبكم جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى ان انتوا تجربوها بطريقتي، وانا عارفة ومتأكدة ان انتوا هتاكلوها لاخر فتفوتة. اشوفكم في فيديوهات جاية، واتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم، وباي باي.